ايه ده كله ده؟ ايه يا ايه حبايبي ده ده؟ كله، ايه ده كله. ايه ده الصوت ما فيش صوت. ده باسل. اهلا اهلا. اهلا اهلا. وسهلا. مبروك اهلا ابو الجن، فينك يا شيخ؟ فينك؟ موجود. طيب قلنا محمد السادس وحمود ديفل. شوفوا انا مع ريان. اسمحوا لا لي. انا مع ريان. السمك المغربي. صحة وعافية. صحتك. انا ما اعرف، ريان دائما يتحداهم في السمك. دائما. دائما. مصطفى. نعم حبيبي. حبيبي. بخير. صحة يا شباب لا يفوزوا علينا الكراغلة. يا شباب. ودوي الشريف، ودوي الشريف، ودوي الشريف. الحمد لله. ساعة وانا نضرب في الكروبيت. صحتك بصحتك. الله يعطيكم الصحة خوتي. امين قال لي راه ريان تاكل بالنيابة عنك وعن العياشة ولا؟ عياشة خرياشة. آه. انا قلت لامين نفتح جولة نقعد كذا بس. والله لا والله شوف ها نوريك المنظر ها جنب البحر. ها البحر. الله روقان. روقان مية مية. شوف معايا. شوف يا الخرياشي شوف. انظر يا خرياشي. ها احنا نمشي نجريو كاع. انظر. طيب قلنا محمد السادس يا جماعة. طيب قلنا محمد السادس. مين هو هذا؟ ما اعرفه انا. لايف هذا يخص الحموس. شوفوا الجمال. بالك مصطفى نهار هضرنا انا وابو الجن، قلت له لو كان نتجمعوا هكا في 4 مش يديروا لنا سينيال، قلت له يبعثوا لنا فرقه اغتيالات هكذا. الله. لا والله هذه الحياة. شوف هذه الحياة. شوف الراحة الحمد لله. الخير موجود. السمك المغربي والله الحمد لله. والله الحمد لله. محمد السادس مهلي فينا. مهلي فينا يا الخرياسة. الله يحفظ لكم ويطول في عمره. اللهم امين. اللهم امين. الله. الاخبار كيف؟ كل شيء مزيان؟ كل شيء مزيان. فين ايش مشكلتك مع الفاسي؟ ايش مشكلتك مع الفاسي؟ ابو الجد قال لك شدوك. يا خليهم يعيشون احلام اليقظه، يحسبون الواحد فاضي 24 ساعه قاعد. انا سمعت ان راه شدوك. قلت منين كيهضر مع امين؟ دار مع لايف مع امين وسط الحبس ولا؟ ترقيه جد ترقيه. جد ترقيه فيها فلوس. اقعد فاضي هنا جالس لهم، جد ترقيه فيها فلوس. اقعد هنا. ريان رحت حاورته في الحبس. رحت حاورته في الحبس، عيطتوا لي ورحت حاورته في الحبس. لماذا كمل القاء القبض عليك يا زين خديت معايا الحيط. اليوم دخل واحد يقول ايش السجن ال5 نجوم هذا؟ ستاير وسماعات. يقول ايش السجن هذا اللي فيه سماعات؟ اسمع، انا امس فاتح لايف تمام، طالع من سقف السياره وماسك العلم وبيقولوا في الحبس في الشارع. لا 48% ديال المجانين يا ابو الجن. والله يعني ربي يعينك معاهم. وصراحه يعني تاثير كان عندك كمؤثر. الحمد لله وصلتي لواحد الهدف وربي جابتي في التوفيق. لان من سمعت السعوديه منعات الزواج من المغرب. هذا دليل على ان ابو الجن الصوت ديالو وصل بعيد. دليل قاطع. لا يمكن لاي مغربي ان ينكر هذه القضيه هذه. ابو الجن الصوت ديالو مشى بعيد. ان الدوله خدت قرار منع الزواج. هذا منذ متى؟ منذ ان ظهر هذا المخلوق. ابو الجن.
اللهم يا ربي كثر هؤلاء القوم. هادو بعدا اللي داخلين معايا مصطفى، امين، مدارة، ابو الجن. صراحه والله كنفرح ملي كنشوف هاد الناس ان فعلا عندهم تاثير كبير. خلينا من الزكاتره اللي عندنا في المغرب. انا اقول لهم انا خلاص يعني قاعدين يسبوا عندي في الكومنت، قلت لهم ليش موجودين في البث؟ انا خلاص استغليتكم عشان اصير مشهور وانتهيت. وحقتي ابغاكم اطلعوا ما ابغاكم، اطلعوا خلاص يا ابو الجن. خلاص. لقد حققت ما لم يستطع احد تحقيقه، منع الزواج من المغرب. هذه راه يعني حقيقه مره والله تصدق الخبر ما ادري عنه. خلصت منهم. اسمع الناس امس تتكلم انا ما ادري عنه والله، بس خلصت منهم. معليش خلصت منهم. بعدين شوف افضل ناس ابو جن يديروا لك الشهرة. أبو جن. برتاج الفيديوهات، برتاج. ما سمعوا بحديث سيدنا عمر وهو يقول أبو جن. امين الباطلة بالسكوت عنه مرة. امين اسمعوني. نسمع. الكراغله فازوا على السناغله. لكن انا برقعه، انا لقب ديالي برقعه، انا لست سنغولي. احنا نتكلم عن السنغال صح ولا انا غلطان؟ او تشاد. انا ملقب برقعه، انا اسباني، انا لست سنغولي. اسبانيول. اسبانيول عمري سي فيفو ان اسبانيا. لا تعلن هذا الكلام يا حبيبي، ترى لا حول ولا قوه الا بالله. ترى تجيك واحده تدور اوراق تدير لك الشرويطه وتاخذك. لا تاخذ من الموضوع. لا تشيل هم. هم رفقوا لي اني انا مثلي، فكيف اوراق من واحده ست؟ كلنا مثليين نضحك على بعض. انا مثلي لي 8 اشهر. لي 8 اشهر. مصطفى مثلي وانا مثلي. لي 8 اشهر. في واحد في البث يقول لهم اسمعوا صوت اولاده عنده كيف مثلي يقولوا له جايبهم من دار ايتام. وكان زميلي معايا بيطلع وراي يقولوا هذا زوجه. اقول له لا تيجي بيشيلوا صورتك. والله شالوا صورته. تمام. زوج ابو الجن. لا حول ولا. شوف العقل كيفاش عامل. شوف الطريقه ديال التفكير. خصنا نقولوا مثلي باش يبقاش يسب لنا الملك المثلي ديالنا. هذاك لا يا اخي في عندهم مشكله والله، عندهم مشكله المخ. لا مشكل كبير. الخوت اعتذر منكم، غنمشي نكمل العشاء ديالي. جابوا الديسير كيناديوني قال لك اجي تاكل بس ياكل حلوه. اكمل وانا معك. ايوا ياكل. بس انا ما قد شفت له فيديو بدون اكل. زوله ريان نقبل. يلا انا ريان نقبل. انا ما شفت لك فيديو بدون اكل. ضروري من الاكل. ورينا الحوت ديال المغرب. ورينا الحوت بالله، ورينا الحوت. حنتو بلاتي نشوف. ايوا فين ما عندكش اسنان تطحنوا؟ الطحن يعني اكل. فين كتقلب الصوره؟ أوكي. كيف يقلب الباكور؟ كيف يقلب الباكور؟ بلاتي نقلب هكا. انت طحنت كلشي، مشى كلشي، بقى غير هادو الكامبا طحنتها. شوف السردين المغربي طحنت كلشي. كل شيء. الله على الاكل المغربي. مغربي. انا بروح المغرب. لا جي اسبانيا في الحوت المغربي. لا المغرب عندهم اول حوته على وجه الارض. انا بروح المغرب. يا ابو الجن، هم يعني اول ما يصطادوا الحوت يذهب الى اوروبا. لا ليس للمغرب. المغرب كيمشي للوزاره القصر. حنا الحمد لله عندنا الحوت. جي مرحبا. والله للسياح. السياحه هنا نمبر 1. السياحه رقم 1. ابو الجن انا قلت الامين، قلت لي امين الا جيتي اسبانيا. دقيقه شباب دقيقه. يلا المهم نمشي نكمل انا وانا معاكم. امين تحياتي. مصطفى الله يعزك. الله يحفظكم. والله ربي يغفر لك امين على هذا المقلب. عباك مصطفى هو ابو الجن قالها لي بضحكه. طلع معايا المره اللي فاتت قالها لي بضحكه. فقال لي جيب لي ريان. قال لي جيب لنا ريان ونطلعوا جولات. قلت له نجيبوا ريان ومصطفى ونطلعوا في 4. قلت له والله العظيم هذه الفرقه قلت له كتندار. قلت له قسم بالله غير يصفيونا.
انا قلت بس نقعد زي كذا نتفرج على بعض والحياه حلوه. احنا قاعدين نتفرج، قاعدين نضحك ونمزح، ما شاء الله 632، نص البشر ما يعرفوا يلا الحساب. يلا اقبل الجوله. يا جماعه شدوا لا يفوزوا علينا الكراغله، يلا الجزائريين لا يفوزوا لا الكراغله. هذه كل واحد وحده. يلا والله خوتي شدوا هذه كل واحد وحده. يعني واش حوالك مصطفى؟ والله تمام يعني. تعالي راك عارف بدايه اللقاء وكنبداو نسخنوا اكيد بكل تاكيد. انا في مرحله التسخينات ومن بعد يبدا يسخن اللعب مليح. ولكن هنا غير شيء جميل يعني اننا نتلاقاو مليحه يعني شيء جميل جدا. هذه مبادره رائعه واش الاخبار اليوم امين؟ واش الاشياء اليوم اللي صارت؟ انا شفت الورقه وزعوها في المساجد عندهم في بوسبير. قالوا لهم الائمه باش يتكلموا على الهجره غير شرعيه. الائمه في المساجد نتاع بوسبير يتكلموا عن الهجره غير شرعيه. من ضمن النقاط اللي امروهم بها انهم لازم يقولوا انه التحريض على الهجره غير شرعيه جاي من دوله معاديه، طبعا اللي هي الجزائر. تخيل الائمه سوف يتكلمون على أن الجزائر هي التي حرضت على الهجرة غير الشرعية. والله شباب خلونا نستغل انا مصطفى الشيء اللي لفت انتباهي اليوم الشيء اللي لفت انتباهي اليوم هو التصريح تاع بن كيران. قال لهم الاتفاقات التي تجمع دولتنا بما تسمى اسرائيل لم يعد لها مبرر معقول او منطقي او اخلاقي او يصيد في الوضع. بمعنى الجو العام عندهم في بوسبير ممكن يؤدي الى ثوره، يعني تقصد هكذا؟ فهو حاب يركب ثوره قبل بدايتها او كيفاش؟ او يسخن في البندير او يكمل الشيء اللي بداه زياش. ايه يعني حاب يركب ثوره قبل ما تبدا. هكذاك نفهم. عندي سؤال شباب، عندي سؤال. بما انكم اثنين من الاعلاميين الجزائريين، بعيد عن موضوع البراتيش وشلتهم، عندي سؤال. خلينا نستغل الموضوع، نستغل التوقيت. في كثير، بعض وليس الكثير، قليل من البثوث تمام التي تنسب نفسها إلى الجزائر وتسقط على دول الخليج. هل تمثل الجزائر والجزائريين؟ يعني كيف تسقط على الخليج؟ يعني ما فهمتش. بعض البثوث، أنا أقول لك بعض البثوث، هناك بعض البثوث تمام دائما تنسب نفسها إلى الجزائر، يضعون علم الجزائر تمام، ودائما عدوهم الأكبر المملكة العربية السعودية. هل هذه تمثل رأي الشعب الجزائري؟ أبدا لا تمثل ولا 1% من رأي الشارع الجزائري تجاه المملكة العربية السعودية. أنا شخصيا مريت بتجربة من هذا النوع، أنه الذباب المخزني نسب لي أقوالا عن المملكة العربية السعودية أنا لم أقولها ولم أكتبها. وأنا هنا في السفارة السعودية دائما في المناسبة في الأعياد السعودية دائما توجه لي دعوة، وعندي دعوة الآن، وصلتني دعوة أن نحضر الدعوة من السفير السعودي وهو صديقي. فاتصلوا بي من السفارة السعودية قالوا لي مصطفى يعني كاين كلام أنت كتبته حابين نتحقق منك. فقلت لهم لا والله إذا أردتم حتى التحقيق الأمني أنا مستعد. يعني أنا لم أقل هذا الكلام ولم أتعرض للمملكة العربية السعودية بهذا الكلام. وبالفعل يعني حتى بعض الإعلاميين السعوديين أكدوا بأنه من الأساليب التي يعتمدها الذباب المخزني هو الكذب، أنه يفبرك لك تصريحات، يفبرك لك بالمونتاج، يفبرك لك كلام وينشروه على أوسع نطاق
حتى يصل الى طرقات معينه فتتخذ موقف. وهذه مش فقط مع السعوديه، عملوها بينه وبين الاخوه في تونس، عملوها بينه وبين الاخوه في مصر، ولكن سبحان الله دائما كي يقع كيدهم على نحورهم، يعني دائما في كل مره تقع على نحورهم. يعني لما حاولوا يشعلون الفتنه ما بيننا وبين مثلا اخواننا المصريين، خرج موضوع اثيوبيا واتضحت خيانتهم واتضحت عملتهم امام المصريين بما لا يدع اي مجال للشك. فهم يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي استغلال بشع وسيء جدا في تشويه سمعة في هنا دليل على كلامك يا مصطفى. في شخص هنا اسمه سطر يقول اسأل بتار السعودي وعبد الله السعودي طلعوا كلامه بالبث. اولا اذا كنت تتكلم عن بتار اللي دائما في بث امرأة تدعى الجوهرة، تمام، هذا بتار ليس بسعودي وإنما سوري يسكن في السويد ولا في سويسرا ويدعي أنه سعودي، ويحركوه بعض الفتيات المغربيات المتواجدات في الإمارات. هذا هو بتار اللي تقولوا أنه سعودي، ترى مو سعودي، بتار مو سعودي، نزيه الله يحفظك. والجاسم بن علي أو جاسم بن علي برضه مو سعودي. هلا تفضل أبو الجن. شوف هذا الموضوع بالذات انا حكيت فيه مرارا وتكرارا، حكيت فيه بزاف. شوف خويا العزيز، بدايه الشقيقه السعوديه وش يجمعنا بها الا الخير. يعني بلد بعيد عنا الاف الاميال، يعني لا بينا صراعات حدوديه، لا بينا تشابه ثقافات وعندنا نزاع على موروث ثقافي معين، فما عندناش اي مسببات لاي نزاع سواء صحيح. اعلامي ولا حتى سياسي ولا فهمتني. فهذا مبدئيا. اثنين انا واحد من الناس قلتها انه الشقيقه السعوديه مثلا، وذكرها حتى الرئيس عبد المجيد تبون في احد لقاءاته، ذكرت بانه المملكه العربيه السعوديه كانت من اوائل الدول التي امنت بالقضيه الوطنيه الجزائريه اللي هي ثوره نوفمبر. يعني ثوره نوفمبر بدات في شهر نوفمبر تقريبا، مباشره بعدها بثلاث شهور تقريبا بدات السعوديه الدفاع عن الجزائر في اروقه الامم المتحده. وكلاكما تعلمن الملك فيصل لما تكون ثورة جديدة، ثورة الدول تتريث، تشوف إلى أين ستؤول الأمور. الله يرحمه. فالدول تتريث، تقول لك أنا لا أدعم تلك الثورة حتى لا أغضب الدولة العظمى اللي هي فرنسا، نشوف إلى أين ستؤول الأمور. إذا الثورة ستنتصر سأدعمها في آخر المسلسل. إذا شفت بأنه تلك الثورة ستنطفئ فانا لا دعمتها ولا عندي شيء اندم عليه. فبالتالي الشقيقه السعوديه من الاوائل الذين امنوا بعداله القضيه، حتى وصلوا انه جاهم العديد من دول الناتو قالوا لهم انتم دوله شيوعيه، وكان في احتماليه وحديث عن توجيه ضربه عسكريه. الرئيس عبد المجيد تبون لما يطلع يحكي امام الجماهير يقول لهم لو احتاجتنا السعوديه غدا لن نفرط فيها. فعبد المجيد تبون نقدر نقول لك انا كجزائري انه منذ فتره طويله لم ياتي ربما رئيس للجزائريين يحظى بذاك الكم من الثقه من الشعب، ويحس الشعب الجزائري بانه فعلا يمثله. لما حكى عبد المجيد تبون فهو فعلا تحدث على لسان الجزائريين. وصدقني انا واحد من الناس دقيقه فقط مصطفى هذه الفكره حتى لا تروح لي، في فكره مهمه جدا. دائما نوصي اخوتي نقول لهم ما تخليش سرجان ولا كبران ولا اي واحد من المخابرات المروكيه يجرك من وذنك، لانه علاقتك بين الجزائر والسعوديه رائعه جدا. يعني مجلس التعاون المشترك هذاك بين البلدين اللي يرأسه محمد بن سلمان، 37 اتفاقيه بين ثقافي وتجاري واقتصادي وحتى عسكري بين البلدين لم يعرف ربما طفرة في العلاقات الثنائيه كما اللي يعرفوها الان. فرد بالك انه يجوا يدخلوا لك فكره انه هذاك سعودي. قلت لهم نقطه مهمه، السفير السعودي لما يطلع من الجزائر، سفير السعوديه في الجزائر، عندما يتكلم ويقول لك انه من يبثون ويدعون بانهم سعوديات ليسوا بسعوديات، هذه واحده خير رساله من السعوديه على حرص على العلاقات الثنائيه مع الجزائر. وش حبيتوا اكثر؟ فتاكدوا، قلت لهم يا بلجن تاكدوا انه السعوديين انا نعرفهم. عندي صديقي عايش في ابها، صديقي سعودي، حكى لي على قصه الجموس. قلت لهم عندهم جهاز امني يسموه الجموس لانهم يركبون سياره GMC. قلت له والله لا يتسامح مع اي واحد يحب يخلق وزاره خارجيه سعوديه ثانيه.
يعني ولي الامر قال نحن علاقتنا طيبه بالجزائر، انتهى. ما تلقاش مواطنين يفصلوا ويزودوا. قلت لهم لا تصدقوا احدا ولا واحد سعودي من الداخل السعودي يسب. هذا يا اما ينتحل شخصيه سعودي، يا اما هو معارض سعودي مقيم في الخارج يريد خلق نزاعات هامشيه وجانبيه. صحيح. على سبيل المثال حتى من الناس فقط. انا قرات في كتاب للكاتب الصحفي الراحل المصري محمود السعدني، وهو شقيق صلاح السعدني. محمود السعدني يتكلم في كتابه انه زار الجزائر اثناء الثوره التحريريه، اثناء الحرب في الجزائر، حرب الجزائر فرنسا، يعني حرب الثوره التحريريه. محمود السعدني نزل في اسبانيا وقابل قاده الثوره الجزائريه هناك، فكان من ضمن الحاضرين، يقول كان من ضمن الحاضرين مع قياده الثوره الجزائريه رجل سعودي، يعني ارسله الملك لكي ياتي الى الثوار الجزائريين ويسالهم عن طلباتهم وعن ما تحتاجه الثوره. هذا قراته عند الكاتب الكبير محمود السعدني. اثنين، حتى لا تفوتني، لا ننسى بانه الرئيس عبد المجيد تبون بمجرد تنصيبه كرئيس اول بلد زاره ما هو؟ السعوديه. اول بلد زارها هي السعوديه. فهذا يدل على عمق العلاقات ما بين البلدين الشقيقين. فأعتقد أن هذا التقارب لا تريده المملكة بوسبير، لا يريدون هذا التقارب أن يحدث وأن يتحقق. هم أنا دائما أقولها، هم يتوهمون، يعني المخزن يتوهم أنه ينافس المملكة العربية السعودية في قيادة الأمة الإسلامية، لأنه هم لما يشيعون بأنه ملكهم من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم تجنيا وكذبا، يعني هذا الأمر ليس صحيح بالمطلق، يعني بالدليل. صديقنا وأخونا محمد دومير، دكتور دومير، قدم بحث كبير جدا في هذا الموضوع ورفع التحدي، رفع سقف التحدي، قال أنا جبت من أمهات الكتب وأثبت بأن هذه العائلة لا تنتمي إلى آل البيت. لكن هم يتجنون ويكذبون على آل البيت وينسبون أنفسهم لآل البيت طمعا في قيادة الأمة الإسلامية. هم هذا الفكر الموجود لديهم. ولا تنسى بأنه أنه ملكهم يصف نفسه بأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين هذا وصف لصيق بالخلافة. وكاين شتان وكاين فرق ما بين الملكية والخلافة. ما تقدرش تقول على الملك أنه خليفة، يعني ما تقدرش تقول مثلا عن الرئيس أنه ملك تماما، ما تقدرش تقول عن الإمبراطور أنه رئيس. هذه أنظمة حكم. فلما تقول أنت أمير المؤمنين هذا وصف ينطبق على الخليفة، والخليفة موضوع آخر ونمط حكم آخر. لما تقول أنه أمير المؤمنين أي أنه كل نفس مؤمنة هي مدينة بالبيعة، يعني حابين يلصقوا في رقابنا بيعة، يعني تجاه هذا الخنير اللي هم يصفونه بالملك، يعني هم حابين يكونوا لاصقين في رقابنا بيعة عليه. فأطماعهم الوسخة في التوسع هي اللي تجعلهم ينسبون أنفسهم لآل البيت، يقرون أو يقولون عن ملكهم بأنه أمير المؤمنين. وهذا الأمر يريدون أيضا من خلاله كما يرون وكما يتوهمون نزع زعامة الأمة الإسلامية من المملكة العربية السعودية اللي هي أرض الحرمين. والله شوف، نعم، الله أعلم الله أعلم حيث يضع رسالته. نقطة آخر السطر. أنا قلت أستغل الفرصة هذه بوجودكم، تمام، وإنه يعني الشباب السعوديين اللي موجودين أو اللي حبوا يسجلوا، تمام، ينقلوا رأي النخب الجزائرية تجاه الشعب السعودي من كثر المغالطات. على سبيل المثال في حساب اسمه جاسم بن علي، هذا يدعي إنه إماراتي قاعد يخلق مشاكل بين الإماراتيين وبين الجزائريين، تمام، وفي الحقيقة هو سوري الجنسية، متزوج مغربية، مقيم في هولندا. شفت يعني الحقارة أبو الجن. شوف المشكلة وين؟ المشكلة انه الناس تمشي بعفويتها، يدخلوا بث يلقاو واحد يسب في بلدهم، يروحوا يطلعوا
ولا غالب انت في حاله غضب وتتعامل من مبدا العين بالعين والسن بالسن والبذي اظلم. انت غلطت على بلدي ساهين بلدك ورموز بلدك. فهذه هي المشكله. فهذا دورنا الاساسي انه، وحكيتها مع الاخ مصطفى مره في بثه، حكيته قلت له لازم دائما نذكر الناس بألا ينساقوا. دائما نحاول أن نهدي الناس ونفهم الناس بأنه هذا حقيقة مخطط. لماذا مخطط؟ الآن المخزن في حربه على الجزائر هو فشل. هو جاي يعمل شوشرة في الداخل الجزائري، تلك الشوشرة انقلبت عليه، صار عنده هو اللي عنده غليان في الجماهير، مش احنا. يعني احنا الحمد لله الشعب الوضع هذه في بلده الوضع محتقن. فقال لك اهتدى انه كيفاش نفك الضغط علي من هذه الحرب الاعلاميه، اني نخلق اعداء اخرين للجزائريين. ببساطه يخلق اعداء للجزائريين يضيعوا لنا الوقت والجهد والتركيز وكل شيء. انا مثلا عوض اني نعمل بثي واتحدث وارد على الاكاذيب المروكيه واتحدث عن الواقع المزري في الزريبه، اجد نفسي مثلا مضطر على اني نرد على ابو الجن، واتحدث عن السعوديه، واتحدث عن تونس، واتحدث عن ليبيا، واتحدث عن الاردن. فهمتني؟ فلذلك نقول لهم خوتنا، علاقتنا السياسيه ممتازه مع الشقيقه السعوديه، ما بيناتهم الا كل الخير، الا كل الود، كل الاحترام. من يتحدثون باسم السعوديه والله ليسوا بسعوديين، أو إن كانوا سعوديين فهم معارضون ويريدون الشوشرة على النظام الحاكم في السعودية، لا أكثر لا أقل. وأتحدى وأنا بصراحة أرى واحد يسب الجزائر أو حتى ينتقدها من الداخل السعودي. صحيح. وأنا أرى، شوف، أنا أرى حب الجزائريين للمملكة العربية السعودية حب عقائدي نابع من وازع ديني بكل صراحة. هذا اللي أنا شوف. أنا ما عاشرت الجزائريين قبل التيك توك، تمام، لكن اللي شفته أنا في مواقع التواصل الاجتماعي إن حب الجزائريين للمملكة العربية السعودية حب عقائدي. لا، وحتى يعني احنا هنا في الجزائر علاقاتنا الدولية مع العالم العربي والإسلامي كلها علاقات مبنية على المودة وعلى المحبة. ربما ما بيننا وبين الإمارات بعض الشوائب وبعض الغيوم التي وقعت، وهذا أمر طبيعي حتى ما تصل بين الشعوب، فاهم؟ ولكن المشكلة إنها أصبحت تصل إلى الشعوب. أيوة. احنا النظام الجزائري علاقته طيبة جدا مع ليبيا، مع تونس، مع مصر، مع العربية السعودية، مع السودان، مع البحرين، مع الجميع. علاقاتنا كلها في وفاق. لكن لما تقارنها بعلاقات المخزن مع الأشقاء العرب، ستجدها هي العلاقات المتوترة والتي لا يمكن. عندهم مشكل مع تونس، عندهم مشكل مع النظام الليبي، عندهم مشكل مع مصر، ومشكل كبير جدا، يعني مش مشكل سهل. يعني مصر فطنة القاو نفوسهم. مملكة البرتوش، مملكة بوسبير تدعم اثيوبيا، يعني والجاب الجاب. فالاكيد انه الجزائر الان في وضعها الحالي، المشكله اللي ما بينه وبين مملكه بوسبير واضح جدا ومعروف جدا الى لمن لا يريد ان يلاحظ ذلك. يعني لما تشوف انت مملكه بوسبير تحذر الكيان الصهيوني وتعطيه أراضي لقواعد عسكرية ينطلق من خلالها لتهديد الجزائر، وتهديد صريح. يعني مش احنا استنتجنا التهديد، لا، تهديد صريح جاء على لسان وزير الخارجية الصهيوني وجاء على لسان وزير الدفاع من أراضيهم، من داخل أراضيهم، هدد الجزائر. احنا ما بديناش العداوة. الجزائر عمرها ما بدت العداوة، الحكومة الجزائرية ماشي أمين، والشعب أيضا ماشي وراي طيارة. الشعب الجزائري بقي متمسك بالعلاقة الطيبة إلى آخر لحظة. ولكن أنت تشوف بعينك يا أبو الجن كيف يتعرضون للشهداء الأبرار، كيف يتعرضون لأعراض الجزائريين، كيف يتعرضون للأراضي. هذه المشكلة اللي شفناها في الحسابات اللي يعني تنسب نفسها لدول الخليج، تنسب نفسها للدول العربية، أصبحوا يسبون حتى الشهداء. تمام، إحنا الميت اليهودي ما نسبه. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للميت حرمة مهما كانت ديانته. مرت من أمامه جنازة يهودي، وواحد من الصحابة لعنه وقال لا تلعنوا فإن للميت حرمة، فما بالك شهداء أحياء عند ربهم يرزقون.
طالع انا ترى في بثي انا سعودي، في بثي طالبين قست يسبون شهداء الجزائر. ايش الرابط؟ الله اعلم. ايش الرابط؟ الله اعلم. المهم خاوتي، ورانا سفريه الصبح بدري، نشوفكم على خير ان شاء الله تحياتي يوم الجمعه ان شاء الله يا امين. افتح ان شاء الله يوم الجمعه انا. ان شاء الله. امين. نشوفكم على خير في امان الله. نتواصل آمين نتواصل حبيبي. ان شاء الله. طريق السلامه اخويا. الله يحفظك. الله الله يحفظك يحفظكم. في العزيز. امان الله. الله مع يحفظك. السلامه. الله يحفظك. مع السلامه. الله يبارك لك.